وحلقة جديدة من كرة الجمهور. تفاصيل خاصة وجديدة وكواليس من قلب المحكمة ومن قلب القضاء النهاردة في الحكم على لاعبي نادي الزمالك وثلاثي نادي الزمالك بعد محاكمة استمرت لمدة 45 دقيقة عبر انترنت. خليني اقول لك عزيزي المشاهد بكل بساطة اللي حصل النهاردة هو انه تم تأجيل الحكم لمدة 5 أيام أو 9 أيام يوم 29 أكتوبر. الحكم المتوقع هو 2 سنين مع دفع غرامة لا تقل عن 150,000 درهم. طيب دي جزئية. الجزئية المهمة فين؟ خد بقى الحتة دي من عندي. ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاليا هو انه في تحرك من السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في حل هذه الأزمة اللي استمرت لمدة لا تقل عن 5 أيام، في حالة من الازدراء وفي حالة من عدم الرضا من لاعبي نادي الزمالك ومن اللاعبين اللي موجودين داخل الحجز، سواء مصطفى شلبي اللي بيمر بأزمة نفسية عنيفة جدا جدا زي ما صرح الكابتن أحمد سليمان بالأمس. كل الحاجات دي كانت بتؤدي إلى أنه في نوع من أنواع عدم الرضا وعدم القناعة من جانب لاعبي نادي الزمالك باللي بيحصل حاليا.